ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمة الزهراء. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. النهاردة بقى هنعمل طريقة الرز المصري الابيض، هنعمله بطريقة سهلة جدا وعايزاكم تتفرجوا على الفيديو الاخر عشان خاطر تشوفوا كل التريكات اللي ما تخليش الرز يعجن منكم. يلا بينا نبتدي. هجيب الرز الابيض بتاعي وهختار الكميه اللي انا عايزاها. انا هنا عملت كوبايتين رز، هغسله كويس جدا وهصفيه، واهم حاجه وانا بغسله ما ادعكهوش. وبعدين هجيب حله على النار وهجيب سمنه او زبده زي ما انتوا عايزين. انا بحط كده كميه يعني بالويم، مش هقدر اقول لكم قد ايه، بس ممكن يكونوا معلقتين 3. اهم حاجه ان احط كميه كافيه بحيث ان الرز ما يلزقش. وبحط نقطه زيت، يعني حوالي مع شويه زيت بساط كده. الزيت انا بحطه عشان خاطر الزيت بيخلي الرز يلمع. وهسيح الزبدة. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، هكتب لكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف. وبعدين هكون مسخنة مية سخنة، لو ما لحقتوش ان انتوا تسخنوا المية السخنة عادي حطوا مية باردة. الرز بقى الابيض بيتعمل ازاي؟ على كل كوباية رز بتاخد كوباية مية. دي القاعدة بتاعت الرز الابيض المصري، كل كوباية رز كوباية مية. يعني انا حطيت كوبايتين رز فاحط كوبايتين مية. انا حطيت هنا كوبايتين ميه وربع كوبايه عشان خاطر يعني انا عارفه نوع الرز بتاعي بيحتاج مقدار ميه اكتر شويه، وحطيت رشه ملح. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تثبتوا نوع الرز بتاعكم عشان خاطر تبقوا عارفين هل هو بيحتاج كوبايتين بالظبط المقدار بالظبط ولا محتاج شويه ميه زياده. بس وحطيت رشه ملح وبستنى الميه تغلي. اول ما الميه تغلي بسقط الرز. بس كده، هو طريقته سهلة خالص مفيهوش اي حاجة. ولازم اقلبه عشان خاطر الملح. هقوم مقلباه كويس جدا ومديه تقليبة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واكتبولي في الكومنتس. بس كده، وهقوم مغطيه الحلة. مفيهوش اي حاجة، ما بياخدش دقايق، هو دقيقتين بس والرز الابيض يكون جاهز. وبعدين هستنى المية تغلي. اول ما المية تغلي هقوم موطيه على الرز وشايلاه وحاطه الشياطة. لو ما عندكمش الشياطة مش مهم، ما فيهاش اي حاجة، بس اهم حاجة اول ما الرز يغلي نوطي عليه ونسيبه يستوي على نار هادية. ما نسيبوش يستوي ابدا على نار عالية، يغلي ونوطي عليه. بس كده. هو بس الشياطة بتمنع ان هو يعني يتحمص من تحت او يلزق. بس كده. والرز ما بياخدش بياخد حوالي تقريبا ربع ساعة، ما بياخدش وقت خالص. بس وهتاكلوا احلى رز ابيض مصري وهيكون مفلفل ومش معجن خالص. اهم حاجة ان احنا نظبط كمية المية وما تكونش اكتر من الرز، تكون على قد احنا حطينا كام كوباية رز على قدها المية بالظبط. زي ما قلت لكم انا بزودت ربع كوباية بس عشان خاطر انا الرز بتاعي بياخد مية زيادة شوية. بس كده. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي ولايك وشير للفيديو، وعايزاكم تفعلوا زر الجرس. بصوا الرز جميل ومفلفل ازاي، تحفة. نعمل الرز بالبزلة بقطع الفراخ، طريقته سهلة جدا. يلا بينا نبتدي. هجيب الاول حلة واحط فيها 3 معالق سمنة. وبعدين هحط شوية زيت. بصوا الاكلة دي ميزتها ان هي كلها بتتعمل في حلة واحدة، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. وهجيب بصلة متقطعة قطع صغيرة وهفضل كده هقلب فيها لحد بس مجرد ان هي تدبل. عايزاكم تجربوا بقى الاكلة دي وتقولولي رأيكم ايه. هي مختلفة وجديدة وتجديد يعني عشان خاطر ما نملش من الاكل. البصلة دبلت كده، مجرد بس لونها كده يصفر يعني، مش عايزاكم تحمروها خالص.
لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. وبعدين قمت جبت نص كيلو فراخ وقطعته قطع صغيرة، قطعته كده شكل المكعبات. بعدين هفضل اقلبه كده. طبعا تقدروا تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. وهتبله بقى كمان بالتوابل اللي انا عايزاها. من كل حين الى اخر كده افضل اقلب فيه لحد، بصوا شايفين المية دي اللي موجودة، دي معناها ان الفراخ لسه ما استوتش. ما طالما لسه بتنزل ميه يبقى هي لسه ما استوتش، لازم المية دي كلها تنشف. وبعدين حطيت رشة ملح ورشة فلفل اسمر وحطيت رشة كركم. انا ليه حطيت كركم؟ انا حطيت كركم عشان خاطر هو رز بالكركم بالبزلة بالفراخ. هي الفكرة كلها ان هو هيبقى فيه كده طعم الكركم، هيبقى لونه اصفر وفيه طعم الكركم، هيديله طعم مختلف. يعني هو مش رز ابيض، هو رز ابيض بس اللي هو الرز المصري اللي هو بالكركم. وحطيت رشة قرفة. انا عارفة ان في ناس كتيرة جدا مش بتحب البزلة وهي مطبوخة، بس الطريقة دي ممكن اي حد لو مش بيحب البزلة هيحبها بالطريقة دي. وكمان لو عندكم اطفال، الاطفال هيحبوا الرز بالطريقة دي قوي. بصوا الفراخ كده ايه بدأت تستوى. انا هديها كده زي 3/4 سوا لان هي برضو لسه هتستوى وانا بحط الرز. بصوا بدأت المية بتاعتها ايه كده تقل تدريجيا. هفضل اقلب فيها عشان خاطر ما تتحرقش. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. الوجبة دي بقى سهلة جدا عشان خاطر انتوا ممكن تعملوها لو انتوا مثلا بتشتغلوا او اي حاجة، مش هتاخد منكم وقت خالص. وجبت نص كيلو بزلة وحطيته عليها. حطيت نص كيلو فراخ وحطيت نص كيلو بزلة. هو انا كنت مجهزة كل حاجة عندي، يعني البزلة كانت جاهزة عندي والفراخ كانت جاهزة عندي. فمجرد ان انا حطيت كله على بعضه، فكله على بعضه ما خدش مني يعني تقريبا غير نص ساعة بس بالكتير. فهي اكتر حاجة انا حبيتها فيها ان هي منجزة جدا، وفي نفس الوقت يعني طعمها طلع حلو وتجديد في الاكل. هقلبهم مع بعض كده عشان خاطر الطعم يختلط ببعضه. في الوقت بقى اللي الفراخ بتكون بتستوي فيه ده، انا جبت جزرية كبيرة وبشرتها. الجزرة كده وهي مبشورة ابشروها، ما تقطعوهاش قطع صغيرة، هتديها طعم مختلف كده وهتبقى شكلها جميل. هو اساسا انتوا في الاخر لما تشوفوا الالوان كلها وهي متداخلة مع بعضها هتبقى شكلها حلو قوي. واي حد هيحب الاكلة دي. زي ما قلت لكم لو عندكم اطفال ومش بيحبوا البزلة، ومعظم الاطفال مش بتحب البزلة، هياكلوا الاكلة دي لان هي في صحية وفيها بزلة وفيها جزر وفيها طبعا وفيها فراخ. بجد هي طالعة طعمها تحفة. واكتر حاجة الصراحة انا حبيتها فيها ان هي انا ما استعملتش فيها غير حلة واحدة بس. نديهم كده ايه بقى تقليمة مع بعض. وفي الوقت ده بقى انا هكون غاسلة كيلو رز ومجهزاه
انا حطيت كيلو رز، وحطيت بقى قسمت بالنص بالظبط، حطيت نص كيلو بزلة ونص كيلو فراخ. تقدروا طبعا تعملوا كمية اقل من اللي انا عملتها او تعملوا كمية اكتر على حسب زي ما انتوا عايزين. هي في الاخر كلها في الاخر هتطلع طعمها حلو زي ما انتوا حابين، حطوا الكمية اللي تناسبكم. وكمان سعيد كان اول مرة ياكل الاكلة دي، بس هي عجبته جدا الحمد لله. وما تنسوش تعملوا فولو للاكونت بتاعت الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. انا حطيت كيلو رز، يعني تقريبا حوالي بيكونوا 4 كوبايات رز كده ونص. طبعا زي ما قلتلكوا قبل كده في الفيديو بتاع الرز الابيض، ان الرز المصري بيحتاج لكل كوباية رز كوباية مية. وبعدين اديتهم كده تقليبة مع بعض، لازم كل حاجة تختلط ببعض. هو حرفيا ما خدش مني وقت خالص، هو تقريبا كله على بعضه اخد مني نص ساعة. وكمان يعني خفيفة جدا. حطيت هنا بقى ايه المية، زي ما قلتلكوا حطيت على القد بالظبط، على قد عدد كوبايات الرز. وحطيت رشة ملح، وعايزاكوا كمان تحطوا رشة كركم بسيطة عشان خاطر الرز يبقى لونه اصفر اكتر. وبعدين هغطي على الحلة، واول ما المية تغلي هقوم موطية. بس بيقعد حوالي ربع ساعة. طريقة عمل الرز رزاية ورزاية، هقولكوا على كل التركات اللي يطلع معاكوا مفلفل ومش معجن ومظبوط على الاخر، هتاكلوا احلى رز. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هجيب الحلة بتاعتي واحطها على النار، واحط كده مكعبين زبدة، ممكن تستعملوا بدلهم معلقتين كده ايه سمنة بلدي. تمام. واهم حاجة لازم تحطوا زيت، انا حطيت زيت عباد الشمس. ممكن تحطوا زيت ذرة، الزيت مهم جدا في الرز عشان خاطر بيخليه يلمع. الرز بقى رزاية ورزاية. انا عملت كوبايتين رز، انا عشان خاطر بحبه جدا وبحب ان هو يبقى فيه اللون الذهبي ده باين كده، فحطيت نص الكمية، يعني حطيت تقريبا كوباية رز. ممكن تبتدوا ان انتوا تحطوا معلقة 3 معالق رز، او ممكن تحطوا 4، ممكن تحطوا ربع الكمية زي ما انتوا بتحبوه، بس انا حطيت نص الكمية لحد ما يوصل للون الذهبي ده. بصوا اللون ده هفضل اقلب فيه كده على نار هادية لحد ما يوصل للون ده، اوعوا يتحرق منكم. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. وبعدين حطيت بقية الكمية بتاعة الرز، هبتدي بقى ان انا ايه اقلبهم مع بعض كده، بحيث ان هما ايه طعمهم كده يمتزج ببعض. في الوقت ده هكون مسخنة مية سخنة، اديهم كده ايه تقليبة كده. حاول ان احنا نوطي النار عشان خاطر ايه الرز ما يتحرقش مننا. طريقته سهلة جدا، بس انتوا اهم حاجة امشوا على الخطوات بالظبط. تقدروا تعملوه جنب اي اكل انتوا بتحبوه، جنب الخضار، جنب صينية البطاطس لو انتوا بتحبوها، يعني زي ما انتوا حابين. حطيت بقى رشة الملح بتاعتي، وحطيت شعرة كده ايه من الفلفل الاسمر، حاجة بسيطة خالص يعني، مجرد ان هي ايه تديها طعم كده. وهديهم برضو تقليبة. ما تنسوش كمان تعملوا فولو الاكونت بتاعت الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. الرز زي ما قلتلكوا القاعدة بتاعته ان انتوا بتحطوا على قد كوباية رز كوباية مية. انا هنا كنت غالية المية، دي خطوة مهمة جدا ان انتوا تغلوا المية قبلها، دي بتساعد ان الرز يستوى اسرع. انا عملت كوبايتين رز، فحطيت لكل كوباية رز كوباية مية. انا هنا حطيت كوبايتين، وهديهم بقى لازم تقليبة برضو عشان خاطر الملح يختلط كده مع المية ومع الرز كويس. بصوا هو كده تقريبا الرز خلاص خلاص. سهل جدا، بس اهم حاجة ان انتوا تعملوا الخطوات زي ما قلتلكوا بالظبط.
بس كده. وهنغطي بقى عليه ونديله كده غلوة كده لمدة دقيقة. لو افتراضا ان انتوا نسيتوا وما غليتوش المية، ممكن هتحطوا مية عادي باردة، بس لازم تستنوا ان هو يغلي، وده هيبقى على نار عالية. انا سيبته كده دقيقة كده بس يغلي، عشان خاطر انا كده كده حاطه المية سخنة فما اخدتش وقت. وبعدين قمت شلت الحلة بتاعتي وحطيت الشياطة. وبصوا، ولازم اوطي النار. يعني اول حاجة ان احنا بنخلي النار عالية لحد ما الرز ياخد له غلوة، وبعدين بنوطي النار عشان خاطر يستوي بقى على نار هادية على مهله. بياخد بالكتير قوي 10 دقايق، ربع ساعة، على حسب يعني نوع الرز بتاعكم، بس انا بالكتير قوي بياخد معايا ربع ساعة. بس كده، مفيهوش اي حاجة خالص. وهنا الرز بقى كان استوى وطلع مفلفل وطلع فظيع بجد، كان طعمه تحفة. بصوا، انا بحب كده ان هو يبقى اللون الذهبي كده يكون غالب على الرز. يعني الرز رزاية ورزاية، ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبه جدا جدا جدا. لو حابين ان الرز يعني يبقى اقل شوية، زي ما قلتلكوا حطوا مثلا 3 معالق كده، حمروهم في الاول. عايزاكم تجربوه بقى وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتس. نعمل مع بعض الرز الصياديه. وطبعا كلنا ما نقدرش نستغنى عن الرز الصياديه جنب السمك. هنعمله النهارده بطريقه سهله جدا، وهقول لكم ازاي نخلي الرز مفلفل كده وجميل وما يعجنش مننا. بصوا هو مفلفل ازاي، هقول لكم بقى كل التريكات بتاعته. يلا بينا نبتدي. هنجيب حله وهنحط ربع كوبايه زيت. انا بكون مهديه النار خالص في الاول عشان خاطر مفيش اي حاجه تتحرق مني. الرز الصيادية بيتعمل بالزيت، ما ينفعش نستعمل سمنة ابدا. وبعدين بجيب بصلة صغيرة متقطعة، بقطعها قطع صغيرة وبنزلها، وببتدي ان انا اشوحها. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب عشان خاطر يوصلوكوا كل جديد. بصوا، هفضل على طول اشوحها كده واركز معاها عشان خاطر ما تتحرقش مني. انا هفضل اشوحها لحد ما هديها اللون اللي هتشوفوه في الفيديو ده. بصوا اللون بدأ يتحول ازاي، بدأ يتحمر معايا واحدة واحدة. لازم افضل اقلب باستمرار. عايزاكم كمان تعملوا فولو الاكونت الانستجرام والتيك توك، هسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف. بصوا لونها بدأ يحمر ازاي، بدأ ياخد اللون الذهبي. وبعدين هنزل معلقة توم صغيرة مفرومة. معلقة التوم دي اختيارية مش اساسي، بس انا بحب احطها، بتدي طعم للرز الصيادية. بصوا لونه بقى جميل ازاي. هو ده اللون اللي احنا عايزين نوصله. ما تخلوش يتحمر اكتر من كده، عشان خاطر لو اتحمر اكتر من كده البصل هتتحرق منكم وهيبقى طعم الرز مر. وهنا هبتدي بقى ان انا انزل بالميه المغليه. انا بسخن الميه وانزلها. حطيت كوبايتين ميه. خليني بقى اقول لكم الرز الصياديه بيتعمل ازاي، او الرز المصري عامه بيتعمل ازاي. لكل كوبايه رز كوبايه ميه. انا هنا حطيت كوبايتين رز، فعشان كده حطيت عليهم كوبايتين ميه. تقدروا تحطوا الكميه اللي انتوا عايزينها. لو حطيتوا 4 كوبايات رز هتحط عليهم 4 كوبايات ميه. وبعدين حطيت التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وبابريكا. انا بحب احط بابريكا عشان خاطر البابريكا كده بتديله لون احمر شويه. وبحب انزل الميه تكون مغليه، ده بتساعد في سوى الرز وبتخليه يستوي اسرع. مفيش مشكله حتى لو حطيته ميه بارده. وبعدين بغطي الحله بتاعتي وبسيب الميه تغلي. وبعد ما الميه تغلي هقوم بقى منزله الرز. هكون جايبه رز مصري وغسلاه كويس جدا وهنزله، وهديله بقى تقليبه كده. بس كده، هو الرز بتاعنا كده خلاص، طريقته سهله جدا. هديله تقليبة وهقوم مغطياه تاني، وهستنى المية تغلي.
وهكون معلياه، هخليه على اعلى درجة حرارة. وبعدين اول ما المية تغلي هقوم شايلة الحلة من على النار، واقوم حاطة الشياطة ومطية على الاخر خالص، واسيبه يستوي على نار هادية. ومن كل حين لاخر كده هبص عليه. بصوا بعد ما استوى بقى عامل ازاي. بصوا انا اديتله تقليبة كده. بصوا هو خلاص يعني. بصوا بقى مفلفل وجميل ازاي. صدقوني لو مشيتوا بالخطوات دي هيطلع معاكم جميل ومش معجن خالص ومفلفل، وطريقته ناجحة جدا. بصوا لونه تحفة ازاي، لونه بني وجميل، والرزاية برزتها ومش معجن خالص. وبالهنا والشفا. باي باي.